واهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. بجد حاجة كده حكاية من بواقي التلاجة، هنعمله احلى اكل. وقبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا، اللي اول مرة بيشوفني انا اسمي سامي، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير ويلا بينا. ومعانا كوباية دقيق وعليها رشة ملح، وهنقلبهم مع بعض. وهنفتح التلاجة نشوف فيها ايه، حبة لبن رايب على حتة قشطة على معلقة زبدة، ونقلبهم مع بعض. اليوم ده احنا مسمينه ايه؟ يوم بواقي التلاجة. بس خلي بالك ما تحطيش اللبن مرة واحدة، لانه بيفرق من دقيق لدقيق. ممكن ياخد كوباية الا ربع، ممكن ياخد كوباية، حسب نوع الدقيق. وهننزلها على الرخامة ونبتدي نعجنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبيبقى سهل جدا مش صعب، وبتبقى العجينة طرية قوي معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. ورشة زيت، ونبتدي نقطع العجينة بتاعتنا كور صغيرة، ونغطيها ونبتدي واحدة واحدة نفرد. والفرد بيكون عندنا سهل جدا لان العجينة طرية. وبنفرد بقى بكف ايدك كده، بتاخدي من جوه لبره من جوه لبره، تبصي تلاقيها من جوه من النص. شايفين رقيقة ازاي؟ والحروف تخينة، تبتدي تطلعي حبة بحبة لحد ما تطلعي على الحرف خالص، هتلاقيها كلها بقت رقيقة وسهلة جدا. ونفتح التلاجة ونشوف فيها ايه. فيها فراخ بايتة، فيها مشوية مسلوقة، حتة لحمة، جبنة، اللي موجود عندك ما عدا الطبيخ. وممكن تعمليها مسكرة كمان، تحطي فيها سكر وزبيب، جوز هند، اي حاجة موجودة عندك هتحطيها تطلع مسكرة جميل. شايفة دي بواقي عصاق حطيتها، ونبرمها بالشكل الجميل ده، ونقفل الجنبين ونلفها زي الكحكة كده، اتغير شكلها وبتبقى ريحتها بجد حكاية. ونجيب صينية مدهونة، حتة زبدة، ونرص فيها الفطاير بتاعتنا. وتعالوا نعمله فطيرة تانية. هنحط بيبروني، وهنحط عليه جبنة موتزاريلا. احنا قلنا لو اي جبنة موجودة عندك برضو هتستخدميها، يعني لمي بواقي التلاجة. وبعد كده بنخبزها على فرن اعلى درجة عندك على الرف المتوسط. واول ما تلاقيها احمرت طلعيها. انا مش هقولك بتاخد قد ايه، لان حسب نوع الفرن ممكن تاخد 10 دقايق، ممكن اقل، ممكن اكتر. بس بتطلع ايه، ريحة البيت بتبقى تجنن بجد. شايفين السهولة؟ ودي ممكن تبقى زي ساندويتش تسيبيها بالشكل ده. الريحة قلب الدنيا، ومن غير خميرة، وحاجة كده ايه بجد، حاجة شغل فاخر من الاخر. شايفين الجمال ولا الريحة؟ بجد ريحتها تجنن. وعاملين اللي هي بالجبنة ديت، تعمليها من بواقي البيت احلى فطاير. شايفين الجمال؟ بس سخنة قوي، بصوا الجمال. وبجد بجد طعم وريحة.